صراحه الطوموبيلات ديال مرسيدس و بي ام دبليو كيبانوا مؤخرا بحال خارجين من شي فيلم ديال سيونس فيكسيون. بي ام دبليو في سيري 7 فيس ليفت جديده. بالنسبه للواجهه الطوموبيل ولات كتبان قويه اكثر و اغريسيف اكثر. الضوء ديال القدام صغاروا وتقسموا على جوج، وهذا الشيء كيعطي للطوموبيل واحد اللوك بحال جايه من المستقبل. زادوا كبروا الجريل، وصراحه هاد القضيه هادي مزيانه لان كيزيد يثبت داك البصمه اللي كنعرفوا على بي ام دبليو في وجات ناضيه. الكابو فيه واحد التصميم اللي هو جديد كليا كيعطي واحد الهيبه اكثر للطوموبيل. من الداخل الطوموبيل لوكس بزاف، هيدز اب ديسبلاي اللي كيطلع للشيفور اي معلومه محتاجها. تقدر تبدل الاضاءه على حسب المود. ما بقاوش لي بوطون فيزيك بزاف، كلشي كتحكم منه من ليكرون ديالك. وواحد الانترتينمنت اللي مجهده، فيها شاشه اللي كتهود من السقف ديال الطوموبيل بواحد الجوده اللي هي عاليه بزاف 8K، ونظام صوتي متطور فيه 36 باف. بالنسبه للموتوريزاسيون ديال الطوموبيل فيها بزاف ديال الاختيارات، مازوت، ليسانس، ابغيد، وحتى الكتريك اللي كتوصل حتى 680 هورس باور. وكاين حتى فيرسيون سبور فهاد الطوموبيل هادي اللي فيها 612 هورس باور من 0 ل 100 في اقل من 4.2 ديال السكوند. وعكس بزاف الناس ستيرين ويل عجبني بزاف انا، كيف ما سبق لي وقلت ملي شفنا الاي 3 ديال السيري 3. هاد الفيس ليفت ديال السيري 7 كتنافس بطريقه مباشره الاس كلاس ديال مرسيدس.